خلاص اعلنا افلاسنا وتحديتهم وعامل لهم وصفة اقتصادية ب50 جنيه بس. يلا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يشرفني بقى حبايبي الحلوين يدعموني بلايك وكمان كومنت حلو زي ما بيشجعوني بيه. ويشرفني لو انت لسه اول مرة تشوف القناة تشتركوا في القناة. معايا هنا بقى بصلتين، معايا قطيتين، معايا كمان قرن فلفل سبايسي. تقدري كمان تبدليه بحامي او بارد يعني حسب اللي انت حباه. تقدري تبدليه بارد. سامحوني مهيسه شويه. هنا بقى جبت الكبه، هبتدي بقى اقطع المكونات اللي انا قلتلكوا عليها هقولها تاني. قرن فلفل سبايسي تقدري تبدليه بارد، هنزل ببصلتين وهنزل كمان بقطيتين. هشيل بقى الحته الخضر اللي بتبقى في القوطه وكده، هقطع بقى القطايه على 4 ارباع. تقدري كمان تستخدمي الخلاط لو انت مش متوفر عندك كبه، مفيش حاجه هنقف عليها. هنا بقى خلاص بقى قطعت كميه الخضار وكده. هنعمل تتبيله خطيره، هنزل كمان بمعلقه صويا صوص، وهنزل كمان بمعلقه بيبسي رمان. ويعني الصوصات ديت بتبقى جميله قوي. تقدري لو انت ما عندكيش صويا صوص تستخدمي بيبسي رمان، او انت ما عندكيش بيبسي رمان تستخدمي صويا صوص. لو متوفر عندك الاتنين استخدميهم. هنا كمان نزلت بمعلقه صغيره من الملح، وهنزل كمان بنص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. ان شاء الله هسيب لكم مقادير في صندوق الوصف، والمره دي هسيبها لكم بجد. عشان كل مره بنسى وكده. بس في فيديوهات برجع تاني اللي انا احط فيها المكونات. نزلت كمان اللهم صل على النبي بكاري، ونزلت ببصل باودر، نزلت بال7 بهارات، نزلت بجوز الطيب، على روزماري، يعني توابل مشكله. ونزلت كمان بالتوابل مشويات. هنعمل وصفه بجد جباره من كيلو جناحات ب50 جنيه. نزلت بمعلقه كبيره من الزبادي، ومعلقه الزبادي ديت اساسيه ما نقدرش ان احنا نستغنى عنها. هنا بقى هنضرب الخليط كويس قوي في الكبه. زي ما قلت لك تقدري تستخدمي الخلاط. سامحوني لو في صوت دوشه في الفيديو، انا مش متاكده، بس انا عند ماما، وماما ساكنه في الدور الارضي. بصوا انا مقفله الشبابيك ومقفله البيبان، وقاعده كده يعني كاتمه نفسي على السرير عشان لو ما يطلعلكش صوت، بس برضه حاسه ان الصوت واصل مش عارفه ليه. ضربت بقى الكبه، شايفينها يعني جوسي كده بجد حلوه. ضربت الكبه. جربت الخلطة، يعني ضربت الخلطة في الكبة. بص يعني جوسي كده وحلوة. بقى نرجع بقى تاني واكننا ما غلطناش. بص انا المرة دي مش هقطع لكم اي حتة من الصوت والله، يعني همشي كده معاكم على طبيعتي. كل مرة ساعات بقطع، المرة دي مش هقطع. يعني استحملوني بقى على عيبي. هنا بقى خلاص بقى تبلنا الجناحات، وكنا غسلينها كويس قوي 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 بالملح والليمون. وطبعا الملح والليمون قدرة على اي زفارة فراخ، سواء بقى جناحات، وراك، فرخة كاملة، بانيه، بصوا كبد وقوانص. انسوا الزفارة خالص. هنا بقى معايا بقى بطاطس، ومعايا كمان بصل. هبتدي ان انا بقى اقطع البطاطس شرايح، يعني ولا رفيعة قوي ولا تخينة قوي. نصيحة مني ليكي لما تعملي سمك البطاطس ما تخليهاش تخينة قوي ولا رفيعة قوي، خليها وسط زي ما انا ما عاملاها كده. هتستوي معاكي بكل سهولة، وكمان لما تيجي تاكليها هتبقى خفيفة. غير لما بتبقى تخينة، بحس ان هي الصراحة بتبقى تقيلة. معرفش بقى بالنسبة لناس تانية بتبقى عادية ولا لا. هنا بقى يعني بقولك لو انت ما عندكش قطاعة تقدري برضو تقطعيها على ايديكي بنفس السمك، يعني سواء كده او كده هنعرف ان احنا نتصرف. احنا طبعا ستات بيوت شاطرين وبنتصرف. مفيش حاجه بنقف عليها. هنا بقى هقطع بقى كميه البطاطس كلها بقى وارجع لكم. ما تروحوش هنا ولا هنا عشان نقطع البصل ونعيط مع بعض. بس للاسف المره دي مش هتشوفوني ولا بعيط. لو وصلت بقى لغايه هنا ولسه ما دوستوش لايك، دوسوا لايك. اوعي تنسوا اللايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، وكمان بيخلي الناس تشوف الفيديو اكتر. طبعا عارفه طبعا لحبايبي يعني ربنا كده يا رب يفرحكم. وطبعا يعني رضا ربنا طبعا عليا في الاول وفي الاخر. يعني الحمد لله الحمد لله اللي القناه احسن من الاول بكتير. هنا بقى وانا بقطع البصلايه لقيت حته خشبيه من جوه البصلايه. قلت تعالي يا حاجه، رحت شايلاها. هقطع بقى البطاطس. بطاطس يا لهوي. يا- عارفين انا اللي انا حلفت كنت هشيل الحتت ديت، بس انا حلفت مش هينفع ان انا اشيل من الصوت خالص. استحملوني على عيبي. هقطع شرايح البصل، شرايح رفيعه. ولا انا يعني مش هخليها تخينه قوي، وما بحبش البصل اللي هو يبقى كتير في صينيه البطاطس الجباره اللي احنا هنعملها مع بعض. طبعا مش عشان طبعا هنعمل جناحات هنكروت العيال وابوهم. لا، النهارده هنعمل صينيه بطاطس جباره وجنبيها حبه رز بشعريه. البيت كله هيحلب بيهم، وكمان هنأكل العيال وابوهم وهيفيد مننا كمان. هنا بقى اللهم صل على النبي حطيت البطاطس مع البصل كده وقلبتهم في قلب بعض، وحطيت رشه من الفلفل الاسمر. نزلت بحوالي 4 طماطمات، يعني هنقول نص كيلو طماطم. ونزلت كمان بمعلقه صلصه،
وديت ما نقدرش ان احنا نستغنى عنها، عشان ايه؟ هتدي كده لون كده البطاطس، كده هتخليها احمر كده وايه، وجميل كده ولطيف وبيزغرط. هنا بقى بقلب بقى البطاطس حلو قوي مع الطماطم مع معلقه الصلصه اللي احنا حاطينها. هجيب بقى رشه برضو من الفلفل الاسمر، مش هحط غير فلفل اسمر وملح. هنا بقى المفاجاه اللي احنا ولا هنستخدم ولا زيت، ولا كمان هنستخدم سمنه، يعني هنعملها من دون زيت وسمنه، وهتبقى خفيفه جدا وهتطلع تحفه، وانتوا هتحكموا شكلها في الاخر. وكمان جربوها وهتدعولي. ليه بقى؟ عشان احنا هنحط الجناحات فوق الوش بالتتبيله بتاعت الجناحات، يعني الدهون اللي في الجناحات كده يا دهون خفيفة، بس هتنزل كده مع البطاطس، هنعملها ني في ني، هتبقى بجد روعة. احلى ما بتسلقي الجناحات او فراخ، بجد هتبقى طعمها حلو قوي. تقدري كمان تعملها في وراك او فرخة كاملة، او تقدري اللهم صل على النبي تحشي الفرخة وتحطيها في قلب صينيه البطاطس وهي نيه وهتستوي معاكي. ان شاء الله هعملها معاكم، او هحط لكم لينك الفيديو اللي أنا كنت عاملاه فيه قبل كده، هو قديم شويه بس بجد كانت الفرخه مستويه والفريك كمان كان مستوي ودايب دوب. هنا بقى حطيتها على النار، وللاسف زي كل مره، طبعا كل مره انتوا عارفين انا بقول لكم ايه، لو انتوا بتتابعوني هعرف بقى في الحته ديت انتوا وصلتوا يعني لغايه هنا ولا لا. قولوا لي كل مره بيحصل ايه، عشان كده الفيديو يعني بينقص مني حته. لو انتوا بقى متابعيني. جبت بقى الحله غطيتها طبعا، ومخليه النار عليها وسط عشان البطاطس والجناحات يستووا كويس. طبعا انا غطيتها بغطا عشان احنا قلنا وصفه اقتصاديه، مش هروح اجيب لفه ورق سلوفان بالشيء الفلاني وهي وصفه اقتصاديه، لا غطيتها بصينيه، بس كنت مغطياها كويس وكده عشان البخار لما يطلع يسوي الجناحات وكده تبقى جوسي كده ودايبه دوب. وكمان البطاطس تستوي، ما تخليش النار عاليه قوي عشان الاتنين يستووا مع بعض. هنا بقى جبت الحله على النار، حطيت فيها حبه من الزيت، وكمان رحت بقى حاطه فيها كمان حبه من الشعريه وحمرتهم كويس، ورحت بقى غسله الرز وصفيته ونزلت بقى وهقلبهم مع بعض. هشوح بقى الرز مع الشعريه كويس، وكمان هحط واحده من الماجي، واحط بقى ملح، والملح طبعا حسب الرغبه. بس بقى مش قادره اوصف لكم على الرز بقى في شعريه جنب صينيه البطاطس مع كده الجناحات ني في ني، مش قادره اوصف لكم على الطعم. اقعدوا كده وتخيلوا واتفرجوا على الفيديو وانتوا كده هتقوموا تعملوها على طول. وكمان وصفة اقتصادية، وزي ما قلت لكم البيت كله كلب 50 جنيه بس. اللهم صل على النبي. برضو هشوح برضو مع وحدة الماجي، والماجي اختياري مش اجباري، بس انا بحبها قوي قوي في الاكل الصراحة. هقلب بقى كويس قوي، واروح بقى جايبه الميه، سواء بقى ميه سخنه ميه بارده هتنفع. انا الصراحه هنا استخدمت ميه بارده، ما استخدمتش ميه سخنه. بستخدم ميه سخنه لما بكون مستعجله، بس لو مش مستعجله ما بستخدمهاش. قلبت بقى تقليبه، هقوم افتح الباب وارجع لكم تاني. شايفين ما اتاخرتش عليكم ثواني ورجعت لكم على طول. هنا بقى اغطي بقى على الرز واسيبه، مجرد ما يتشرب هروح موطيه على النار. هنشوف بقى الجناحات بقى بتاعتنا كده والبطاطس وصلت لغايه فين. هنا بقى هطلع بطاطسايه عشان كده اختبر الموضوع معاكم. يعني لقيتها عايزه سنه بسيطه قوي، هطفي بقى عليها النار واسيبها تحت الشوايه اللي هي تاخد لون بسيط، وهتكون كمان بطاطس مع الصعد هتبقى كده دايبه دوب. يعني خلاص بقى الصينيه بتاعتنا خلصت وطلعت من الفرن وبقت بالجمال دوت. انتوا بقى ذات نفسكم احكموا وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، عرفت ان انا اتصرف ولا لا. الصراحه انا كنت هعمل مكرونه، بس قلت لا يا بت اضربي حبه رز بشعريه مع صينيه بطاطس ومشي اليوم احسن طبعا ايه من المكرونه وكده. جوزك بقى بيجي بقى هفتان، عيالك بقى بيبقى عايزين هم يتغذوا. طول ما الاكل على النار وعلى البوتاجاز بمعنى اصح، كده العيال كده يبقى شبعان احسن طبعا من الاكل اللي بره او الاكل الجاهز. اعملي بقى الاكله البسيطه والحلوه ديت في البيت ورجعوا لي ايه رايك. شايفين الجناحات دايبه دوب وبيضه وقشطه، طبعا عشان طبعا غسلها كويس، والبطاطس كمان مهريه وفي نفس الوقت ماسكه نفسها. يعني مش اللي هي مهريه واتهرست، لا، اللي انت كده اول ما بتقطعيها يعني جوسي كده وبتتكلم عن نفسها. شايفين برضو الرز برضو مفلفل ازاي واستوى، والاتنين استووا مع بعض وكانوا كده سخنين مولعين. طفيت بقى على البوتاجاز من هنا، ولقيت ابو العيال خبط على الباب على طول بيقول لي الحقيني انا واقع. اتصرفتي ولا ما اتصرفتيش؟ قلت له طبعا انا قدها. جربوا بقى الوصفه الجباره ديت وبجد هتعجبكم. عايزاكم بقى تدعموني بقى كتير قوي قوي الفتره اللي جايه، عشان محتاجه دعم كل شخص فيكم. عايزاكم بقى اوريكم اخو الجناح، وكمان بقى اودعكم واشوفكم الفيديو اللي جاي على خير. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو قوي قوي زيكم تشجعوني بيه، عشان كومنتاتكم كده بتفرحني، وكل لايك بتدوسوه ربنا يا رب يفرحكم ويسعد قلبكم زي ما بتسعدوني. شايفين كده العظم اتفصل عن اللحم خالص.
اشوفكم بقى على خير في الفيديو القادم، وقولوا لي ايه رايكم بقى في الكومنتات في صينيه البطاطس الجباره ديت. بحبكم جدا جدا جدا، في رعايه الله، هتوحشوني.